أن أذكر لهم كيف يحضرون خطبة أو درسا، أو كيف يستفيدون من الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وأنا أعرف هذه العلة من قديم، لأنني يعني صادفت كثيرين ممن يتصدون لوعظ الناس أو في خطبة الجمعة أو في إعطاء الدروس كيف يستفيدون من الأحاديث، كيف يستخرجون الفوائد الكثيرة من الحديث الواحد. وهذا في الحقيقة في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يتصور أن كل حكم جزئي لا بد له من دليل مباشر. كل حكم في الشريعة حلال أو حرام أو مباح أو مكروه أو يعني الأحكام الشرعية الخمسة، يعني اللي هي الواجب والمستحب والمباح، ده من جهة الأوامر، أو من جهة النواهي اللي هو الحرام والمكروه. كيف يستخرجون الفوائد؟ هل النص الواحد ممكن يشتمل على أكثر من فائدة، على أكثر من حكم؟ طبعا